كنت كتبت قبل كده عن موضوع قلش الأغاني. للأمانة اكتشفت إن الموضوع ده مستحيل يخلص في جزء واحد. لا، الحمد لله ربنا بيفتحها من واسع، لقيت مكتبة من القلش المبرر والغير مبرر. وعليه يا جماعة، هذه بعض الأمثلة، ليس على سبيل الحصر ولكن للاستخدام الخارجي فقط. واحد، عندنا إليسا: عبالي تجرحني لحتى تصالحني. قدرة المرأة اللانهائية على إرسال الميكس سيجنالز رائعة. إليسا برضو من غير مناسبة وبمناسبة بيقابلني، بيجيلي يستغلب عليا. طبعا هو كان في حد هو السبب في الجريمة اللغوية دي، زائد انه فهم إليسا المصري غلط خالص. أصالة بدأت بتطوح ايدك اللي هي حمادة، وبعدين راحت مكملة بقى: وكأني ما عملتش حاجة من واحد كان يوم ولا حاجة، من حقك ما كتير كبرتك على سيدك. عارف اللي هو ثواني بقى عشان هطلع لك الشيكات اللي عليك. وبدأت واصلة من الردح المبرر، لأنه واضح انه طوح ايده فهو غلطان على فكرة، هو اللي بدأ. شيرين عظيمة، عندها قسم من الأغاني المحيرة على غرار: من النهاردة مفيش أحزان، مفيش ألوان. فتحس ان ده بتفكر مع نفسك كده الوهلة، انت اتصدمت، مفيش أحزان وبعدين مفيش ألوان، فانت اتخضيت. بعدين بقى تكتشف ان شيرين اكتشفت ان استاذ نصر محروس وهو بيكتب الاغنيه وقفت معاها الحته دي، معرفش يحط كلام فحط اي كلام، فبدات هي تصلحها في الحفلات، بس كان بعد حوالي 6 سنين اللي هو كانت الجريمه سقطت اصلا. ثم انا مش مبيناله انا ناوياله على ايه، ساكته ومستحلفاله مش قايلاله ساكته ليه. طب يا جماعه يعني مش عارفه حد يروح يجري يحذره الاول، علشان الكلام ما بيبشرش بخير، تحس في جريمه هترتكب قريب. استاذ تامر عاشور، بغض النظر عن الفايبراتو الرهيب، تحس هو لسه عارفه من مفيش وراح يحكي عليه كلام كتير ما يتحكيش. ده بيثبت على فكرة ان الولاد كمان ليهم في النم، مش البنات بس زي ما بيشاع. كل يوم نتلاقى والأشواق مشتاقة. بما تفسر. أمال ماهر، مكانك مش هنا، خد حبنا وابعد بعيد. تحس طب هو حبنا ده شيء يعني، هل هو مجسم مثلا هياخده ويجري بعيد؟ انا مش فاهمه. بهاء سلطان، المطرب اللي بيسافر ذهنيا كتير، مع كامل احترامي لصوته الحلو قوي، الا انه اثبت ان مفيش حاجه اسمها ثقه في العلاقه. ده عمل لك اغنيه سماها احلف، طول الاغنيه بيحلفوا احلف تيرارارارا على حاجات بقى، تحس اللي هو الحلفان الكتير حرام اصلا. يعني انت ليه الحلفان الكتير؟ عشان يجي بعد كده استاذ ابو الليف يعزز نظريه استاذ بهاء بقى اللي هي بتاعت ايه، ما بقاش عندي ثقه في حد. ثم تاتي فقره الاستاذ حسام حسني، ماي فيفوريت. الراجل ده يا جماعة عنده تراث يدرس. ليه البنات تعباني بتعدي مش شايفاني، وانت اللي يوم والتاني تسأل عليك ملايين. ايه يا راجل ابو النفسانة ده، مش فاهمة. وجرح بقى مقفلها خالص، قال لك ايه، ولا حاجة فيك ناقصاني، طب ليه العيون تنساني؟ ناقص يقول له يا معفن، عشان تاني يثبت لنا ان النفسانة خصلة ذكورية بالتبعية زي ما هو واضح. القيصر كاظم الساهر، دايما في اغلب اغانيه بيتعامل مع مرأة قهرته، هي قهرته خلاص الموضوع منتهي. يا مستبدة، اني اعاني، اني اموت، اني حطام. تحس ان الدمعة هتفر من عينك، تحس انك عايز تقوله طب ايه اللي جبرك، يعني انت ممكن تكت على فكرة مفيش ازمة. سترين معنى الصبر في الجسد النحيل، فتفرجي هذا المساء رقصي الجميل. ايه الكلام ده يعني، انا افهم انا ايه من الموضوع، ايه ترقص بالليل يعني، مش فاهم. واخيرا حتى العندليب معرفش يسلم من القلش ده. عبد الحليم عمل اغنيه طويله عريضه اسمها بلاش عتاب، يعني قصر، قعد فيها بالظبط 11 دقيقه و47 ثانيه بيعسف في شاديه وهي ضيفه في بيته، واللي ايه كمان طلعت في الاخر فاهمه الموضوع غلط. ده غير طبعا ال 15 سنه اللي ضاعوا من عمري وانا بحاول اعرف هي زي الهوا ولا ماسك الهوا، وازاي اصلا. تاني، كل دي اغاني انا فعلا بحبها، بس الكلمه لازم يكون لها معنى، يا اما كل واحد هيحشر شويه كلمات وفي الاخر يقول انا مؤلف اغاني ولا حسين السيد. محدش يسال مين حسين السيد ده يا جماعه.